يا صباح الفل وصباح الورد وصباح النشاط على احلى بنات في الدنيا. عاملين ايه يا بنات؟ يا رب تكونوا كويسين في احسن حال. وحشتوني من اخر فيديو، يوم جديد وفيديو جديد. يا رب ايامنا كلها تبقى حلوة وخير وبركة يا رب. المهم يا جماعة، نبدأ النهاردة يوم جديد وروتين جديد. عايزة لايك جامد للفيديو ده، كومنت حلو زيك، وشاركي في القناة لو انت لسه ما اشتركتيش اول مرة تشوفيني. وتعالوا نشوف هنعمل ايه في يومنا النهارده. قلت ابدا اجهز كده الفطار معاكم، بس كنت جايبه طلبات للبيت. الجبن بتاعه التلاجة كانش عندي حاجه خالص لتجهيز الفطار غير العيش، فقلت اجيب الحاجات اللي ناقصاني في التلاجة. فجبت جبنه اللي هي البراميلي دي، وجبت جبنه رومي، وجبت جبنه اللي هي بسطرمه، وجبت لانشون اللي هو فريش فارم، وكمان التركي بتاع فريش فارم. فاول مره اجيب اللي هي بتاعت فريش وادي دي، اللي هي الجبنه اللي هي السايبه يعتبر. فالجبنه اللي هي البسطرمه حلوه قوي، والجبنه اللي هي البراميلي حلوه قوي. الجبنه الرومي ما عجبتنيش، لان المفروض الجبنه الرومي دي جبنه وسط. هتلاقوني وانا بقطعها اصلا بتتقطع بتتكسر، زي عارفين الخامة او اللي هي الملمس بتاع الجبنة القديمة، الجبنة الرومي القديمة. وكمان مش مظبوط. انا بحب الجبنة الرومي تبقى عارفين اللي هي شريحة شريحة متقطعة كده مظبوط، زي ما بنجيبها من السوبر ماركت. فدي تقطيعها مش حلو خالص، يعني تحس ان هي مهربدة كده. فما عجبتنيش الجبنه الرومي بصراحه. طبعا فريش فارم يا جماعه، يعني ما فيش كلام فيها في هزار يعني. ما شاء الله الحاجه جميله، والكواليتي بتاع الحاجه مختلف تماما حتى عن اللي انت بتجيبيه من السوبر ماركت سايب. حتى لو فريش فارم، مش انت تروحي قاعد كده السوبر ماركت يقول لك انت عايزه حلواني فريش فارم، الماركات اللي هي بتبقى موجوده في السوق فبيديكي منها سايب. النوع اللي بيبقى معمول فاكيوم بيبقى تحس ان هو درجة اولى، الحاجة طعمها مختلف، ريحتها مختلفة، حاجة يعني بصراحة بتكون الجودة بتاعتها حلوة. فعشان كده ما برضاش اجيبهم دول بالذات من السوبر ماركت. فالمهم حطيتهم في العلب بتاعة التلاجة، هاخد منهم طبعا للفطار. بس قلت اعمل الاول بيض. كان عندي بيض اللي هو بصفارين ده، ف يعني شكله كيوت، هو الصفار بس هو اللي زايد، لكن البياض لا. البياض بتبقى هو اكنه بياض بيضه واحده، لكن الصفار بيكون اتنين. فالمهم عملت يعني طبق بيض كده بالزبده، وقلت ادلعهم النهارده في الفطار واظبطهم كده. واخدين بقى اجازه وقاعدين وسهرانين، فقلت اظبطهم. بصوا وانا برص كده حاجه، بصوا شكل الجبنه عامل ازاي. تحس ان هم مقطعينها تقطيع غريب غريب. المهم دي الجبنه اللي هي بالبسطرمه، طعمها حلو قوي، طعمها زي الجبنه الكيري كده السايبه، بس عليها يعني شرايح كده بسطرمه بسيطه. بس عجبني بصراحه طعمها. كان عندي بطيخ اسيبه، لا طبعا ما اسيبوش يا جماعه، احنا في حر اصلا، الجو صهد نار. فقطعت كده شرايح على قد اللي هو ايه اللي عايز ياكل يعني. قلت ادلعهم كده وازوق الاكل، وحطيت الجبنه اللي هي القديمه دي. وكان عندي عيش وتوست حطيته، والحمد لله ده كان فطارنا. المهم كانوا مبسوطين قوي الولاد بالدايره اللي انا كنت عاملاها. الاطفال سبحان الله بتفرح باي حاجه انت عاملاها، ممكن تكون مختلفه عن اللي هو مش العادي او مش اللي بيشوفوه يوميا. مجرد ما بتعملي اي حاجه حتى لو بسيطه، او تغيري في ترتيب او تنسيق الاكل، الاطفال بتاخد بالها اللي هو ايه ده يا ماما، الله شكلها حلو كده. فتحس ان هم يعني بطريقتهم هم بيقولوا لك تسلم ايدك. فببقى مبسوطه قوي لما بعمل حاجه كده بسيطه تعجبهم، او بيكونوا حابينها وحابين ان هم ياكلوها. بالف هنا على قلوبهم يا رب. ربنا يعيننا ويقوينا ويرزقنا يا رب، ويطعم كل مشتاق، وما يتحرمش من اللحظه دي، اللحظه اللي هي تيجي ابنك كده او بنتك يقول لك تسلم ايدك يا ماما، الله حلو اللي انت عاملاه. ربنا يحميهم ويحفظهم يا رب. دخلت على الاوضه بتاعتهم، كانت متبهدله، مش متبهدله في الارض يعني، متوسخه. عايزه اقول لكم ان انا كنت يعني اليوم اللي قبله عم رواه الاوضه وكنساها وملمعاها ومخليها زي الفل. بس تبقى قاعده كده اوضه اطفال في العادي تبقى فاضيه كده ونضيفه، نو نو ما ينفعش طبعا، يعيشوا ويبهدلوا يا رب. فاللي خلاني بقى دخلت قلت اظبط الاوضه. اياد دلق لي بيبسي على السرير، معرفش عمل ليه كده فيا يعني. فبهدل الملاية بالمرتبة بالكفر اللي محطوط، وخلى المرتبة يعني هي متنيلة نيلها لي اكتر. فشلت الكفر وشلت الملايات، قلت اغيرها. وطبعا شايفين البوكسات دي اللي بتترمي بناخد منها اي حاجة.
فطبعا انا لميت عشان ارتب كل بوكس في حاجه، لاني لما ساعات لما باجي بقول مثلا لديما او اياد لموا اللي انتوا عاملينه، فهم بيلموا كله على بعض. انا الحركه دي بتعصبني، مع انه في الاول في الاخر يعني هم لعبهم، بس انا بتعصب ليه بقى؟ لاني انا بحب كل بوكس يبقى فيه الالعاب الخاصه بيه. يعني ما تحطوليش المكعبات على اللعب بتاعة المطبخ، لا خلوا لي دي لوحدها ودي لوحدها. مع اني عادي ممكن بعديها ما بكملش كام ساعة والبوكس بيتدلق تاني. بس ما اعرفش يعني، هو انا غاوية تعب تقريبا ولا ايه وفرهضة. انا اصلا فرهدت اصلا وانا بلم اللعب ديت. ده كده يعني قليلين. عايزه اقول لكم ان انا من كام يوم كنت شايله البوكسات دي كلها فوق السرير فوق. يعني اياد الكام يوم اللي كانت خالته قاعده فيه وكانوا قاعدين اخواتي عندي في البيت، حرفيا البوكسات دي ما تعرفوش هو فرحان بيهم، كانت بتتفضلي في الارض. فاللي هم مش عارفين يخشوا الاوضه ولا عارفين يمشوا، لمتهم كلهم وحطيتهم فوق السرير فوق يعني وحطيت كده الزحليقه عشان ما يعرفش يخش يجيبهم تاني. فطبعا خلاص يعني تحس ان الولاد لما بيكون في حد في البيت بيهيسوا كده على حسه. فخلاص نرجع نلم نفسنا بقى تاني. فلميت هنا اللعب وحطيتها، حتى انا ما لمعتش الارض لاني انا بقول لكم قبلها بيوم انا كنت ملمعه الخشب بتاع الاوضه وشايله السجاده ومسحاه والاوضه كانت زي الفل. بس يلا لا نصيب ان هي تتروق تاني واغير بقى الملايات، فمش مشكله. المهم لميت الالعاب كلها، كان نفسي ارتب تاني المطبخ، بس انا فرهطت ومش عايز يركب. رحت حطيته كده على جنب، والاوضه اديتها تلميعه كده سريعه بالموب وحطها بريكس عشان الارض تبقى ريحتها كده حلوه. وبس خلصت الأوضة ونضفتها واديتها كده تلميعة. فيا رب أتمنى تفضل كده حلوة وكيوت ونضيفة وكل حاجة. عايزة أقول لكم إن أنا شايلة السجاد بتاعها لأني السجاد كله اتوسخ. السجاد يعني في القعدة والكركبة بتاعت الولاد حرفيا ما بيكملش معايا 3 أسابيع وبلاقي بصوا بلاوي على السجادة. فطبعا بشيلهم. فأنا عايزة أقول لكم إن ال3 سجاجيد بتوع الأطفال متوسخين. فانا مستنيه شيل سجاد اوضه النوم ووديه معاهم، فقلت لهم خليكوا كده من غير سجاد. فرشت الحافظه، عندي حافظه كده فرو. قلت افرشها. عايزه اقول لكم فرشتها يومين حسيت ان انا اتخنقت. عارفين بتحس ان في ضيق نفس كده مش قادره اتنفس. حسيت بالحر وهي كمان فرو ومش ثابته على الارض مع ان فيها حبيبات. بس كانت اسوأ حاجه اشتريتها في حياتي اول جوازي يعني. فالمهم الحمد لله تقريبا لغوا النوع دوت الفرو دوت من الموضوع، فحاسه كده بامان شويه. فشلتها وطبقتها قلت لهم لا خليكم كده قاعدين على السيراميك وبهدلوا كل يوم تتكنس وتتمسح مش مشكله. المهم كان عندي شويه غسيل بتاع الولاد، ده اللي كان متبقي يعني من غسيلهم، فقلت احطه على طول في الشماعه واطبقها. دايما بطبق هدوم الولاد في اوضتهم، اللي هو ببقى قاعده كده على السرير واجيب الشماعات وفاتحه الادراج. اللي هو مثلا لو ديما قاعده حواليا بتلعب بناولها اقول لها علقي مثلا الهدوم في الشماعه. الحاجه احطها في البوكس على طول. فقلت على طول وانا قاعده كده اطبقهم البيجامات وطبعا هدوم الخروج انا بعلقها في الشماعه، بحس الموضوع اسهل كده ليا وليهم. الدولاب على فكره بتاعهم ما بيتبهدلش كتير. الحاجه الوحيده اللي ممكن تبهدل الدولاب لو اياد فتح الادراج اللي تحت وفضلي الهدوم بس. لكن طول ما الهدوم متعلقه في الشماعات بتاعتهم ما بتتبهدلش. حتى ديما لما بتاخد هدوم ربنا يحميها ويحفظها بتاخد مثلا عارفه هتدخل شايفه كل البيجامات قدامها متعلقه، على عكس لو متطبقه. لو متطبقه هتيجي تاخد بيجامه او تقعد تقارن بين البيجامه دي والبيجامه دي. انا متاكده ان يوميا هلاقي الهدوم كلها على بعض. لكن لما هي بتكون على الشماعه تدخل مثلا كل يوم الاقي دي روحي طلعي هدومك عشان ناخد الشاور، فهي على طول بتفتح تبص في البيجامات تختار اللي هي عايزاه وتقوم فاتحه الدرج تاخد من البوكسات اللي انا حاطاها مثلا الهدوم الداخليه. ودايما عشان يبقى الموضوع اسهل ليها بحط دايما الهدوم الداخليه جوه بعض، الشراب جوه الشراب عشان اسهل عليها ان هي لما تيجي تفتح تاخد على طول الحاجه. فالموضوع بالنسبه لي بقى اسهل. ايه طبعا بيفتح البوكس يعني عارفه اللي الحاجه الوحيده ممكن يعملها صح لما بقول له روح هات بافته او اقول له هات شراب. دي الحاجه الوحيده اللي بيعملها صح، يفتح الدرج يطلع بافته او شراب. لكن طبعا في وسط الدربكه دي الهدوم الداخليه دايما في الارض. فلميت كده الهدوم زي ما انتم شايفين والشرابات بحطها جوه بعض طبعا عشان اتفادى ان هم يضيعوا.
وبس كده طبقت الغسيل ولميته. هنا كانت الكاميرا فصلت معرفش ليه يعني. المهم علقت الهدوم زي ما انتم شايفين في الشماعات، وكان فاضل الهدوم بس اللي هي الداخليه زي ما انتم شايفين كده، بحط في بوكسات عشان الموضوع يبقى باين وواضح ليهم. هنا بقى كنت لما الفوط كلها بتاعه الاسبوع وكنت غسلاها ونشرتهم كده الصبح. فعلى اخر اليوم طبعا كان خلاص بصوا اتحمصوا مع اني نشراهم جوه. مجرد بس بفتح الشباك الجو طبعا حر وصعد، فالحاجه بتنشف بسرعه جدا. فانا كنت نشراهم جوه. بصراحه بقيت اقلق من موضوع النشير بره. يعني حصل موقف كده مع حد جاري وناخد بالنا من الموضوع دوت. انا قلت اقول لكم عشان يعني وارد جدا اي حد يكون بيفكر نفس التفكير او يعمل نفس العمله. في واحدة جارتي كانت ناشرة المخدات المايكرو فايبر على الحبال بره عشان تتشمس او معرفش غسليها او ايه. هي كانت نشراه والجو حر جدا. عايزه اقول لكم ان المخدات ولعت، طلع منها شراره. يعني انتوا متخيلين هي المخدات تولع؟ وبجد الناس اتخضت، اللي هو ايه اللي بيتحرق دوت على على البلكونه او منشور ده. ما حدش كان فاهم ايه اللي بيحصل. فانتوا متخيلين من كميه الحر والصهد. فبجد ربنا يستر. انا نفسي خفت لاني موقف اول مره يعني الواحد يشوفه ويتعرض له، او اللي هو يسمع عنه، اللي هو ايه ده يعني. طب ازاي؟ ليه ما تعرفوش ايه كان السبب في ان المخدات تولع كده؟ فربنا يحمينا ويحفظنا يا رب. فالواحد ياخد باله من الحاجات ديت والتكييفات. يعني حتى التكييف في التوقيت ده مش قادر يقوم، مش قادر. اللي هو المفروض التكييف عموما بيبقى شغال شويه بعدين بيفصل خلاص لما بيسقع الاوضه. عايزه اقول لكم التكييف عندي مش قادر يفصل. هو من كتر ما الجو حر ما بيكملش وقت قليل جدا، وبعد كده يرجع يقوم تاني الكمبرسور من كتر ما هو شايف ان الحيطان نفسها سخنه وان الاوضه بتسخن بسرعه. فالجو صعب جدا. وطبعا الناس اللي بتنزل الشوارع وناخد بالنا، الاطفال اللي بتبقى نازله نلبسهم اي طاقيه كده على راسهم، بلاش ينزلوا في الشمس مباشره. عارف احنا في اجازه، فممكن الاطفال تبقى عايزه تخرج وتروح النادي، والاطفال اللي بتروح عايزه تخرج وتتفسح في اماكن مفتوحه وكده. دايما ناخد بالنا ان يبقى في حاجه على راسهم. وكمان ما ننساش الصن سكرين للاطفال يا جماعه، مهم جدا جدا. ما تهملوش الموضوع ده. ما تقولوش ده طفل كده كده مش هيقعد في الشمس. الموضوع مش انك تتعرضي تبقي قاعده تحت الشمس نفسه، الصهد ودرجة الحرارة بيأثر كمان على الوش. فسواء احنا ككبار او اطفال لازم نحط لهم صن سكرين. وفي طبعا انواع كتير في السوق او في الصيدلية موجودة معروفة بتكون كويسة، والاس بي اف بتاعها بيكون كويس. فممكن نجيب حاجة كده للاطفال عشان الاطفال اللي بتنزل بالذات في فترة النهار وفي الشمس. دخلت هنا على اوضه النوم، كنت عايزه اروقها كده واغير الملايات بالمره. فشلت الاول الهدوم اللي عايزه تتغسل، وحاولت كده اروق الاوضه واشيل الكركبه واشيل اللعب اللي كانت موجوده. وطبعا عايزه اعمل الادراج بتاعه التسريحه كانت على بعضها. فكنت عايزه اعمل الموضوع ده الاول، بس بعد كده لقيت في فرهضه كده بتحصل حواليا ومش هيهنوني ان انا اقعد اشتغل. فقلت لا خلاص، خلي الموضوع الادراج ده والتسريحه اعمله بكره ولا حاجه على رواقه كده. فقلت اخلص الاول اوضه وبكره اعمله. ياش ممكن تطلع برا، ممكن تقعد برا. اياد بس يودا بقول لك ايه، تطلع برا. نو نو ما انا ما يتقاليش نو، ما تعملش نو. يلا اطلع برا. ما تقولش نو. تعالى هنا، تعالى هنا. مش قادر يسيبني 5 دقايق اروق فيهم الاوضه. ولا يودا ياش خد اقول لك حاجه. تعالى لي هنا، تعالى تعالى. انت هتطلع بره ولا لا؟ لا لا. نام. انا اعمل فيه ايه؟ مش هاين عليه يسيبني 5 دقايق وفاتح لي الباب والتكييف شغال. يودا مش هتطلع بره؟ نو ده فرحان بنو، لسه بتعلمها جديد. في كل ما بقول حاجه يقول لي نو يا ابني اطلع نو، مش كل حاجه نو. يلا روح العب مع ديما.
هتلعب مع ديما؟ شاهده يا ديما على اللي بيعمله؟ انت راضيه على اللي هو بيعمله فيا؟ نو صح؟ انت كمان؟ خديه واطلعي يلا. انا ما خلفتش غير ديما، ده ايه؟ انا ما اعرفوش ده. والله يا سلام، دلوقتي جاي تحبني؟ يرضيكوا اللي هو بيعمله فيا؟ يرضيكوا؟ انت راضي على اللي انت بتعمله فيا؟ واخيرا بعد محاولات فظيعه عرفت اطرده بره الاوضه، وهو وديما، ويقعدوا بره ويحلوا عني شويه الحبال ما اخلص بقيه الاوضه. ف كملت باب الاوضه، قلت اكمل تلميع سريع كده، زي ما بقولك انا عايزه اعمل الادراج وامسكها كده انضفها تنظيف على رواقه واظبطها وكده. فقلت ارتب الاوضه النهارده مفيش مشكله. انا عندي حاجه كده لو ايه، المفروض اعمل طبعا، وده الصح ان انت تعملي من جوه الاول وبعد كده بره في التنظيفات بقى العميقه والحاجات دي. بس في اوقات كده زي ما بتخشي المطبخ وعايزه تغسلي المواعين، فانت مش هتغسلي المواعين وفي مواعين في الحوض، فانت بتروقي المواعين وترتبيها وترصيها على جنب كده بتبداي تغسلي. انا نفس القصه، انا قلت بقى انا هرتب الاوضه وهنضفها وغير الملايات واكنسها، وبعدين كده تاني يوم ولا حاجه انا كنت هكمل بقيه اليوم وهعملهم. بس بعد كده قلت لا خلاص انا طاقتي بتخلص، كفايه عليا قوي كده الفرهده بتاعت اليوم، وبحس ان انا خلاص مش قادره اتنفس اصلا. فبكره بقى كده على رواقه، مش هيبقى عندي حاجه في البيت نضيف، امسك كده درج وانا قاعده كده كده اللي هيتروق، ولو في اي حاجه بالمكنسة كده تتشفط وتتلم على الادراج وارتبها ان شاء الله، ننظمه كده مع بعض ونرتب ونتشجع كده مع بعض وناخد كده ايه، جرعة باور وجرعة نشاط. حبيت طبعا ارتب الحاجات اللي هي فوق التسريحة، بس قلت المع برضو الخشب الاول ومن فوق، ولمع كده الدرع يا حبيبي ده احطه فوق بعيد عن اللي اياد بيكسرولي تحت. فلمعت الحاجة ورصيتها وبدأت كده ادي تلميع للخشب من بره وارتب كده الحاجة تاني. وطبعا مشاكس رجع لي تاني وفتح لي الباب والتكييف شغال، فسبته كده شويه يقعد عقبال ما اخلص الحاجات اللي انا بعملها، يعني انا مش مركزه معاه اصلا. فهلمع برضو الخشب، الرف اللي تحت المفروض انا حطاه تحت التلفزيون، بس هو اتخلع من كتر مثلا عارفين متحمله عليه او كده، الفتحات بتاعته وسعت نفسها اللي موجوده في الحيطه، فشلته خالص عشان مش كل شويه يقع على رجل حد، فشلته خليت بس الرف اللي هو موجود فوق لحد مثلا ما اجيب، عارفين انتوا اللي بيخشوا جوه المسمار ده مش عارفه بيكون اسمه ايه، يكون اكبر شويه عشان خاطر الفتحه اللي في الحيطه ديت وسعت شويه. هدي بقى تلميعه للمرايه، المرايه بتتبصم طبعا، بشعه بتتبصم بطريقه وحشه جدا، فبالمناديل كده والجلانس اديتها تلميعه كده حلوه، ويا رب كده تفضل نضيفه وحلوه وما فيهاش اي حاجه وتفضل كده بتلمع، لان موضوع البصمات في الايد ديت على المرايه بالذات تحس ان شكل المرايه بيبقى مقرف جدا. يعني انا لمعتها وخليتها كده وقالوا لي يا رب تفضل كده نضيفه. خلصت وقلت افرش الاول الملايه وافرش كده السرير واحس كده ايه بنظافه كده، احساس جميل كده بالليل كده مخلصه اللي وراكي وقاعده. وخصوصا كمان انتوا عارفين في الحر انا ما بصحاش بدري في الصيف والجو حر اصلا، ما فيش اكسجين الواحد يتنفسه في العادي، فبقى شغل اكتر. يعني عارفه ان هو اول ما اصحى كده افطر الولاد وبعد كده اخد استراحه كده شويه واديهم الشاور بتاعهم، وبعد كده بقى ابدا اشوف اللي ورايا في البيت، لا اكل لو في اكل هعمله الاول اخلصه، وبعد كده اشوف اللي ورايا في البيت، لو مش هعمل اكل او عندي اكل او هجيب اكل من بره او اي حاجه باجل. عارفين هو عشان ما احسش ان انا طول اليوم شغاله، انا مش بحب احس الاحساس ده ان انا عارفين في دايره ما بخلصش منها، بفضل اللي هو اللي بعمله بعيده. لا يعني مش هفضل طول اليوم وكل الاوقات بنظف وبكنس وبمسح، لا، ما اكيد انا محتاجه ان انا ارتاح، محتاجه ان انا اخد وقت ليا، محتاجه ان انا افصل شويه عن شغل البيت. في اوقات كده بتحسي ان الموضوع بيبقى تقيل عليكي، ان انتي تحسي ان بيجي وقت اللي هو ايه، انا هنضف ليه، اما انا بعد شويه الدنيا هتتبهدل. في اوقات كده الشعور ده بيجي لاي واحده فينا، فبحاول كده اللي هو ببقى زهقانه هربانه من الموضوع، بس بعد كده لا مفر، يعني لازم نرتب عشان نتعود ان عينينا شايفه ان البيت نضيف، الولاد بيطلعوا شايفين ان الحاجه منظمه، فبالتالي هما كمان ما بيطلعوش عشوائيين او يبقى بالنسبه لهم يرموا كل حاجه والزباله في الارض والدنيا بالنسبه لهم هو ده العادي، لا، فبحب ان هم لا مش ده العادي يعني. فساعات كده ببقى حاسه ان انا ما عنديش طاقه اعمل حاجه، وساعات يعني ربنا بيقوي كده وبلاقي نفسي كده حسيت ان انا
عندي طاقة، فما بحبش اقوم وانا متقدرة. فلما بقوم وببقى فايقة كده وافطر واستريح كده شوية بعد ما بديهم الشاور بتاعهم واخلص، وبعد كده بلاقي نفسي ايه، لا عندي وقت ان اعمل حاجات كتير ليا وليهم كمان. خلصت فرش السرير وكنست السجاد والارض واديت تلميعه كده للسيراميك وبس. خلصت الاوضه وخلصت الفيديو معاكم. يا رب بنات الفيديو النهارده يكون خفيف كده على قلبكم وعجبكم، واشوفكم على خير فيديو جديد. هتوحشوني. باي باي، مع السلامه.